السلام عليكم. لو انت من الشباب ان فكرة ان اوبن مايند بتقرنص فيه تبقى رافعهم زي شباب كتير رفعهم لدرجة ان الاريان بتاع بعض الشباب ان اوبن مايند ممكن يلقط بيننا نهر تشفير من الاخر هتبقى في شودي عين شودي ثاني. هنا انواع، كل انواع هتؤدي ان بتبقى دايوز كبير. اول نوع الرجاله اللي بيسيبوا حريمهم يلبسوا ضيق ومفتوح وجسمها كله يبقى باين وهو عادي، لا وبيقول لها كده احلى، مفيش عنده حاجه بتنغص في صدره كده اللي هو ايه. وتاني نوع اللي بيسيب لمراته الاوكشن بتاع لو ليكي ليست فريند ولد صاحبي عاجي مست فريند يا اخي انت وتسيبها تنزل تخرب في شله فيها اولاد حاضر بعاجي مش فارق، يقول لها اهم حاجه تبقي مبسوطه وكله يبقى كمان. اه يا ما شفتش عمك سيدة زمان كنت بغطي المشاهد بيحاف وهي نازله معايا. اه يا مشاهد فيني وحشتيني. نبدا عن الموضوع. تالت نوع ده بيبقى خاص بالمشاهير، الراجل اللي يعرض مراته على النك ويخليها عامله زي الفيك ال 128 كله عارفها وراكبها. هو من الاخر على راي امير سعيد الدياسه بتجيب فلوس اليومين دول، ما دام فيها فلوس وماله خليك ديوس. والصراحه الدياسه والاوبن مايند مش مقتصره على الثلاث امانه دول، في انواع كتير مش خاصه بس ان تيجي تبقى مراتك او خطيبتك او هكذا يعني، لا في انواع تانية زي مثلا الولد في الصور اللي بيروح يسحب بنت من ورا اهلها او بيبقى مبسوط وبيطلب منها طلبات لا مؤاخذه شمال، ما هو البنات شمال ما شافش كربيع اهله ما عرفتش يربوه وهو ما عندوش اصول ومش راجل وكل ده تربدنهم. انت ما تنساش كما تدينتوا داني يا حبيب عمك سيد. وفي برضه انواع تانية من اوبن مايند بعيده عن الازواج، في الابهات الاوبن مايند اللي هو ان اب من دول تلاقيه لابس هودي طبقتين اللي هي الستيفن بيبقى طبقتين تبقى يا عم سيد انت هتخيب الزونت يا حبيب عمك سيد يبقى طبقتين. شوف انا حكايه الاوبن مايند والطبقات دي فيش تخليك اوريك كبشوبه ده الزونت جاست المجتمع الجديد عمال فينا. الاوبن مايند دي بقى مخلي مرات وانا مؤاخذه قلع وهي شبه ميفرتيتي وامك حماته بس قلع اهم حاجه تبقى قلع، هو الاوكشن لازم تبقى قلع يعني هي تبقى قلع وبعد كده بقى نشوف بيحل بنته بقى ايه تبقى قلعه وبتاع وكل عمال لما مؤاخذه يحضن فيها مثلا انه في فرحها يقول لها شوف ممكن يتباست واتحضنت من 90 واحد النهارده بقلع يعني بترالة عندما برجاله الكبير طبعا عمك سوده يا سيدي الرجاله وبيعلم الرجوله. انا فاتح كورسات رجوله اللي عايز يقدم اللينك في الديسكريبشن خش ابعت لي لان هيبقى عمك سيد انك تبقى راجل وابوك عارف يربيك على الاصول وما تكونش زي اليومين دول. وبلاش تعرف واحده وراها لا عشان يترد لك، وبلاش تبص على بنات الناس اللي في الشارع كله يترد لك في اللي تفاكر. وخلي عندك دم ونخوه وخير على اهل بيتك وخليك معززهم ومعزز حالك وتبقى راجل بكلمه صعبه ان اي حد يحافظ عليها اليومين دول. بتمنى ان الحلقه تكون عجبتك، يا عجبتك تعمل سبسكرايب ولايك وفعل القناه وخش شوف باقي الفيديوهات اللي انا بعملها، تشوف باقي حلقات سيد الحكيم وتشوف باقي الحلقات اللي رموز ابن اخويا بيعملها ان شاء الله طلعوا معايا في حلقات قريب. بس اكتب لي رايك في الكومنتات وقول لي على افكار الحلقات الجايه. سلام عليكم حبيب قلبي.